المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال الرسمي بالذكرى 36 لعملية فنقل الإعجازية. فخامة رئيس ياس أفورقي يضع أكليل الزهور على نصب طوالوت. الإريتريون القادمون من الخارج ينظمون مسيرة إحياء للذكرى 36 لعملية فنقل. كينيا تعيد فتح الحدود مع الصومال بعد 15 عاما من الإغلاق. وزيرا خارجية أمريكا والصين يلتقيان في ميونخ. والسلطات الصحية في مالاوي تبدي قلقها إزاء تفشي الكوليرا وشلل الأطفال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر مدينة مصوع الساحلية بعد ظهر اليوم تنظيم فعاليات الاحتفال الرسمي بالذكرى 36 لعملية فنقل التاريخية تحت شعار بطولات فنقل للأجيال. وقد حضر الحفل الذي تم بثه مباشرة على الفضائية الإريتريا وصوت الجماهير الإريتريا لأكثر من ساعتين، حضره فخامة رئيس ياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمن فيهم الوزراء وقادة الجيش وآلاف الزوار من الداخل والخارج. وقالت رئيسة لجنة الاحتفالات في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر إن شعار هذا العام يبرز بأن تاريخ وبطولة عملية فنقل إرث يزدهر يوما بعد يوم من بطولة الشعب إريتريا سيتم تناقله من جيل إلى جيل، معبرة عن امتنانها لكل من ساهم في إخراج الاحتفال بهذا الجمال. بدورها قالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام إن تاريخ فنقل سيخلد في الذاكرة إلى الأبد كتاريخ للبطولة والعزيمة والصمود للشعب وقوات الدفاع البواسل. وقالت إن شركات البناء والجهات المعنية الأخرى يجب أن تشارك بوعي وتعمل معا لتحقيق برامج التنمية القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، موضحة بأن دعم الفقراء وأسر الشهداء هو إحدى الرسائل الرئيسية لإحياء الذكرى. اشتمل الحفل استعراضا للقوارب السريعة التي تقودها النساء التابعة للبحرية الإريتريا وعرضا للسفن المتوسطة والكبيرة، وقد رافق ذلك برامج ثقافية وفنية سلطت الضوء على تاريخ وبطولة عملية فنقل وبرهنت دور المواطنين والمناضلين، فيما نقلت رسائل للحالمين وعززت القوى القتالية للشعب الإريتري. إن برامج الاحتفال بالذكرى السنوية 36 لعملية فنقل التاريخية التي بدأت بتنظيم أسبوع الشباب اشتملت على أنشطة ثقافية ورياضية والتعريف بموارد بحرية وندوات ومعارض حول منتجات المؤسسات وقرى طلابية وجوائز فنقل ومعارض مرئية ومادية وابتكارات وحرف يدوية، بالإضافة إلى برامج للأطفال وخيم مجتمعية. وضع فخامة الرئيس ياس أفورقي اليوم السبت 14 فبراير بمناسبة الذكرى 36 لعملية فنقل وضع إكليل الزهور على نصب طوالوت التذكاري. حضر الحفل الذي تضمن عرضا عسكريا كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة بمن فيهم وزراء، بالإضافة إلى ضيوف مدعوين وزوار. تم بث الاحتفال الرسمي بالذكرى 36 لعملية فنقل مباشرة على الفضائية الإريتريا وصوت الجماهير الإريترية ابتداء من الساعة 4 عصرا. في غضون ذلك أقيمت مسابقات في الشعر والقصة القصيرة بين طلاب المرحلة الابتدائية وموظفي المدينة في مصوع يوم 13 فبراير إحياء لذكرى عملية فنقل التاريخية. وقال رئيس وحدة الثقافة والريادة والصحة بفرع وزارة التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر السيد محمد عبد الله إن البرنامج مهم للطلاب لتوسيع معارفهم وتبادل الخبرات. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين على المستويين الفردي والمدرسي، كما تم تنظيم لأول مرة برامج أسئلة وأجوبة لتوزيع الجوائز في الشوارع الرئيسية لمدينة مصوع. وتستمر الاحتفالات بالذكرى 36 لعملية فنقل التاريخية حتى 15 من شهر فبراير.
قام الإريتريين القادمون من مختلف الدول بتنظيم مسيرة من أسمر إلى مصوع إحياء للذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل. وقدم المواطنون من السويد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بتنظيم الرحلة للعام الثالث على التوالي لإحياء الذكرى لبطولة عملية فنقل لعام 1990. وأفادوا أن عدد المشاركين هذا العام وصل إلى أكثر من 20 مشاركا، مضيفين أنهم اطلعوا على برامج التنمية وأحيوا ذكرى الشهداء في مقبرة شهداء جندع. بالإضافة إلى ذلك زار أكثر من 200 إريتري قادما من مختلف البلدان جبهة جندع في 16 فبراير، وتم اطلاعهم على البطولة والتضحيات التي شهدتها الجبهة. وفي غضون ذلك واصل جيتوم جبرز جابيهير الذي يقوم بجولة السير خاصة به من أم حجر إلى مصوع كل عام لإحياء ذكرى عملية فنقل، وأصل مسيرته هذا العام للسنة 35. أفاد فرع برنامج الادخار والقروض المصغرة مول بإقليم شمال البحر الأحمر خلال اجتماع عقد في مصوع في 12 فبراير، أفاد أن معدل سداد القروض قد ارتفع بنسبة 10% مقارنة بعام 2024. ووفقا لرئيس الفرع السيد تسفاي كفلة ميكائيل، تم توزيع حوالي 28 مليون نقف على شكل قروض، بينما تم تحصيل 32 مليون نقف. وطرح المشاركون تعزيز التنسيق وتوطيد العلاقات مع إدارات المديريات لزيادة قيمة القروض المسددة، وتقديم تقارير شهرية كل 3 أشهر إلى إدارات المديريات بالإقليم، والبدء في تقديم القروض للصيادين في أقرب وقت ممكن. وفي كلمته الختامية نصح المدير المؤقت للمكتب المركز لبرنامج الادخار والقروض المصغرة السيد تافل أسمرام المستفيدين بالعمل بجدية وسداد قروضهم في الوقت المحدد. فاصل ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. عالميا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن بلاده ستعيد فتح الحدود البرية مع الصومال في أبريل المقبل، بعد أن ظلت مغلقة منذ عام 2011 إثر سلسلة هجمات شنها مقاتلو حركة الشباب. وكانت الحدود أغلقت رسميا في أكتوبر 2011 عقب تصاعد هجمات الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة داخل الأراضي الكينية. ومن ذلك الحين ظل معبر مانديرا الحدودي مغلقا رغم محاولات متكررة لإعادة فتحه، كان آخرها في مايو 2023 حين اتفق البلدان على خطة تدريجية لإعادة تشغيل المعابر قبل أن تتراجع نيروبي بعد هجمات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الشرطة. وإلى جانب التحديات الأمنية، يظل النزاع البحري بين البلدين عاملا مؤثرا في العلاقات الثنائية، فالحدود البحرية الممتدة على المحيط الهندي تضم منطقة يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز. وفي أكتوبر 2021 قضت محكمة العدل الدولية بمنح معظم المنطقة للصومال، وهو حكم رفضته كينيا. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في وقت تخوض فيه واشنطن وبكين تنافسا محموما وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي اللقاء الذي دام ساعة حسب أوساط روبيو بعد أيام من إعلام دونالد ترامب أن نظيره شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة أواخر العام الحالي، وأنه سيستقبله في البيت الأبيض للبحث خصوصا في المسائل التجارية. وهيمن التوتر بشأن الرسوم الجمركية على العلاقات بين القوتين العظميين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي. ويؤكد الرئيس الأمريكي أنه ونظيره الصيني يجريان باستمرار مباحثات هاتفية تتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية. وحصل اجتماع روبيو ووانغ في وقت كثفت فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جهودها لتجنيد جواسيس في الصين، وتوعدت الصين بالرد على ذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة محاولة التجسس الخارجي.
أعربت السلطات الصحية في مالاوي عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا في البلاد بعد تسجيل 3 حالات وفاة وأكثر من 50 حالة إصابة مؤكدة بالمرض منذ أكتوبر الماضي. وقالت وزيرة الصحة والصرف الصحي مادا ليتسوبالوي خلال اجتماع توعوي مع مسؤولي مدينة بلانتاير التجارية التي تتركز فيها غالبية الإصابات أن المدينة سجلت أعلى نسبة انتشار للكوليرا مع تسجيل حالتي وفاة و30 حالة إصابة مؤكدة في المدينة وحدها. ويعمل المسؤولون الحكوميون في مالاوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف وغيرها من الجهات للسيطرة على هذه الأوبئة من خلال حملات التطعيم والتوعية الصحية العامة. انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس إلى المدار من فلوريدا وعلى متنه طاقم مكون من رائدي فضاء أمريكيين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ورائد فضاء فرنسي ورائد فضاء روسي متجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها 8 أشهر. وانطلق الصاروخ فالكون 9 ذو المرحلتين وعلى قمته كبسولة من طراز كرو دراغون ذاتية التشغيل وتسمى فيردوم من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية على ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي وفقا لوكالة رويترز. وهذا الفريق في المهمة المسماة كرو 12 هو الفريق الثاني عشر الذي ترسله ناسا في مهمة طويلة الأمد لمحطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لسبيس إكس. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم ما جاء فيها. الاحتفال الرسمي للذكرى 36 لعملية فنقل الإعجازية. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يضع أكليل الزهور على نصب طوالوت. الإريتريون القادمون من الخارج ينظمون مسيرة إحياء للذكرى 36 لعملية فنقل. كينيا تعيد فتح الحدود مع الصومال بعد 15 عاما من الإغلاق. وزير خارجية أمريكا والصين يلتقيان في ميونخ. والسلطات الصحية في مالاوي تبدي قلقها إزاء تفشي الكوليرا وشلل الأطفال. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. في أمان الله.